السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا احلى متابعين واخوات في الدنيا؟ جايلكم بفيديو جديد ويوم جديد. يا رب فيديو النهارده يعجبكم. يا ريت بقى ما تنسونوش باللايك. معايا هنا نص صدر فرخة. كان فاضل يعني من بواقي الاكل مكاننا، ف الاطفال عندي مش راضيين ياكلوه، فقلت افصصه كده واعمله صينيه مكرونه بالبشاميل. طريقتها سهله خالص، ان شاء الله تعجبكم. وهنا برضو معايا قرنين فلفل اخضر، ومعاهم نص قرن فلفل حراق. ومعايا برضو كده شوية من الجزر بشراه، وبصل برضو بشراه، وطماطم برضو بشراه. كل الحاجات دي بشراه. طبعا انت بتزودي الكمية دي حسب الرغبة. ومعايا هنا فصين كبار من التوم، ومعايا مكعب مرق الدجاج، وطبعا التوابل بقى والزيت والحاجات دي. طريقتها سهلة خالص، مش مكلفة، وما فيهاش مجهود ياما ولا حاجة. مسافة دقيقتين اتنين هتخلصها على طول. اول حاجه طبعا بتجهزي الحاجه معاكي عشان تشتغل على طول وما تاخدش معاك وقت. حطيت هنا طاسه على النار فيها شويه كده معلقتين كبار من الزيت. ما كترتش زيت، حطيت معلقتين كبار كده من الزيت. وبعد ما الزيت سخن نزلت بالبصل. هشوح بقى البصل ده لحد بس ما يدبل معايا، وبعد كده هنزله بشوية ملح، وهنزل عليه برضو بشوية توابل. انا عندي برطمان كده حاطه فيه فلفل اسمر وكمون وكزبرة ناشفة وشوية من السبع بهارات. حطاهم كده كلهم في برطمان ومقلبهم على بعضهم كده، وبشتغل منه على طول. بقوم حاطه مثلا نص معلقة، حسب طبعا الرغبة بحط منها على الاكل. بتسهل عليا يعني. بحط شوية كده من البهارات على البصلة، بتخليلك ريحة البصلة جميلة وجايبة من آخر الدنيا. بس هنا خلاص هدبل البصلاية يا دوب كده تتشوح كده، وبعد كده هنزل باللحمة عشان تتطعم برضو معايا من البصل والبهارات اللي انا حطت. اللحمة هي طبعا فصصتها زي ما انتوا شايفين كده، قطعتها بالسكينة مكعبات كده صغيرة زي ما انتوا شايفين. لو انت عندك بواقي مثلا فراخ او كده اوعي ترميها. حطها في الفريزر لو انت مش عايزه تشتغلي بقى مثلا النهارده او كده. فانت حطها في الفريزر زي ما هي كده، ولما تطلعيها بتفك، وبعد كده بتشتغلي بيها. ممكن تعملي بيها حاجات ياما جو، اصناف ياما جو. بس كده يعني مسافة الحاجة بس ما تتشوح معايا وتاخد من طعم الحاجة. بنزل بالحاجة التانية على طول، لان طبعا الفراخ مستوية معايا، فمش هتاخد وقت ولا حاجة. هنزل بقى بالفلفل ده، جرنين فلفل مش حراجين، ونص جرن فلفل حراق. هحط برضو التوم كده اهو زي ما انتم شايفين، فصين كده كبار من التوم. وهنزل برضو بالجزر على طول، وعشان كل حاجة تتشوح معايا وتطيب معايا على طول. هنزل كده بشوية بصل، بشوية جزر حلوين. قلبت الدنيا انا خالص بقى بالطماطم اللي انا بشراها والمكعب مرق الدجاج، واتبل بقى الخلطة دي. هحط لها بقى ملح والسبع بهارات زي ما قلت لكم، اللي انا حاطه عليها فلفل وكمون والحاجات دي كلها. والنص المكعب مرق الدجاج عشان عايزه النص التاني. هحط النص التاني المكعب المرق الدجاج ده انا عايزاه عشان البشاميل. هقلب بقى الخلطه دي كلها واحط لها ربع كوبايه من الميه، واسيبها بقى على نار هاديه كده عشان اللحمه تتشرب معايا من الخضار ده ويبقى لها طعم حلو. بس بقى هنجيلها كده على عين الواطيه، واجيب الحله بتاعه الميه للمكرونه، احطها على العين الكبيره دي. وحطيت لها كمان معلقه كبيره من الصلصه عشان خاطر تخلي اللون احمر وحلو. وهنا بقى الميه كانت خلاص بتغلي. احط لها بقى شويه كده حلوين من الملح، واحط شويه زيت. خلاص كده استنيت لما الميه غلت معايا، اديت لها تقليبه كده عشان الملح اللي انت حطيتيه. وبعد كده هنزل بالمكرونه. اهم حاجه الميه لازم تكون بتغلي معاك وعلى نار هاديه عاليه، عشان خاطر ما تبوظش معاك المكرونه. وانا بصراحه بخلي المكرونه التسويه الا حاجات بسيطه عشان خاطر تكمل تسويه في الفرن. انا هنا بقول لكم انا حطيت 3 اكياس وشويه صغيرين كده من الكيس الرابع. بس كده بقى هسيبها بقى لحد ما تستوي معايا سواء لحظات بسيطة. وبعد كده هاخدها اصفيها واشطفها كده بشوية مية ساقعين من الحنفية، وهسيبها بقى لحد ايه ما اخلص بقية الحاجة. وهنا برضو خلاص الحشوة دي خلصت معايا، نشفت خالص من المية اللي فيها وخدت طعم حلو كده، واللحمة بقى لها طعم حلو مميز كده حلو.
هعمل بقى البشاميل. طبعا بتحط السمنه، انا حطيت 3 معالق كبار سمنه على 4 أو 5 معالق دقيق. انا عامله يعتبر 2 كيلو لبن ومزودهم يعني كوبايه ميه صغيره. هنا بقى هشوح حطيت بقى في الدقيق مع السمنه، هفضل ما اشوح فيهم بس لحد ما الريحه بتاعه الدقيق دي تطلع، وبعد كده هنزل باللبن على طول. كده يعتبر كل حاجه معايا جاهزه، والبشاميل برضو ما بياخدش دقيقه واحده على النار وبيتقل معاك وبيبقى معاكي جاهز. المكرونه كده خلاص شطفتها وسبتها تتصفى براحتها، والخلطه برضو جاهزه معايا. وانا بنزل باللبن بقى اهم حاجه انك تجلبي ايد تكون بتنزل اللبن وايد بتجلب في الناحيه التانية عشان خاطر ما يكتلش معاك. الحمد لله بعمله مظبوط، لا بيكتل ولا بيبقى فيه تكتلات ولا اي حاجه. افضلي بقى جلبي فيه لحد ما يدبل معاكي، وهو مش هياخد معاك وقت ولا حاجه. بس اهم حاجه تفضلي تجلبي فيه كده لحد ما يستوي معاكي ويدجو ويبدا يغلي كده، فبعد كده بتطفي عليه على طول. حطيت هنا بقى النص المكعب الدجاج اللي انا كنت سايباه معاكم. حطيت النص المكعب، وحطيت برضو شويه من التوابل اللي انا مجهزاها دي معاكم وقلت لكم عليها. وهحط برضو هنا الملح بس كده وخلاص. وكده برضو البشاميل يكون جاهز معايا. هجيب بقى الصينيه ولعت الفرن في الوقت ده، ولعت الفرن عشان خاطر صينيه البشاميل لما تخش تغلي معايا على طول. هنا بقى زودت ربع كوبايه من الميه او كوبايه صغيره من الميه بس. هنا بقى خلاص هفضل اقلب فيه لحد ما يدخل معايا واوريهولكم برضو. بس اهم حاجه وانت بتشتغلي كده حواليه روحي جايه ايدك فيه تقلبي فيه على بس ما يغلي معاكي، عشان لو نسيتيه هيتكتل معاكي ومش هيبقى حلو خالص. فانت رايحه جايه كده قلبي فيه، وبرضو بتعملي حاجه تانية غيره يعني، مش انت واقفه عليه بس لوحده. يعني انا ولعت الفرن وجبت الصينيه اللي هدخل فيها اللي هحط فيها صينيه المكرونه، دهنتها كده بالسمنه وجهزت الحاجه حواليها عشان خاطر لما يغلي معايا وينزل اقوم حاطه الحاجه على طول ومسويه. بس هنا خلاص هوريه لكم بعد ما يدخل معايا. هنا بقى خلاص كده جاهز معايا، هنزله بقى هطفي عليها دم غلي خلاص ما تقلقيش، يبقى الدقيق معاك استوى وكل حاجه. هنا بقى هطفي عليه وهاخده كده احط مع كبشتين او 3 حسب ما تحبي على المكرونه. طبعا صفيت المكرونه وحطيتها تاني في الحله بعد ما صفتها وشطفتها. هنزل بقى باربع او 5 كبشات كده من البشاميل على المكرونه واقلبهم كده. انا بحب الطريقه دي، بتمسك لي المكرونه وبتديها طعم كمان حلو. بس هنا خلاص طبعا دهنت الصاج اللي انا داخل فيه. هحط بقى نص المكرونه تحت وافردها كده واظبطها، وبعد كده هنزل بالحشو والنص التاني فوق. بس ما فيش اسهل ولا اسرع من كده. ما خدتش معاكي تقريبا نص ساعه في التحضير بتاعها. اهم حاجه بس تكوني مجهزه الحاجه بتاعتها. جهزي كل حاجتك وابدأي اطبخي على طول. لو انت مستعجله او كده فمش هتاخد معاكي وقت. امسكي الجزر كده اغسليه كله مره واحده وامسكي البصل وكل حاجه، وبعد كده خدي اصحن وقطعي كله بقى ابشره كله على بعضه. صدقيني الحركه دي هتوفر لك جامد. انا بمسك بطلع الخضار بتاعه كله، والبصل بخرطه، والجزر اللي عايز يتبشر ببشره. والفلفل برضو بظبطه وكل حاجه بظبطها. وبعد كده بقوم واخده الحاجه كلها غسلاها وبشر على طول في الاطباق بتاعته. مفيش طبعا مش هقعد بقى مثلا لسه عايزه بصلايه اقعد اخرطه. عايزه قرن فلفل لسه اطلعه واخرطه. انا بطلع حاجته كلها مره واحده، وبعد كده برجع ببدا اشتغل بقى في الحاجه اللي انا هعمل. طلعت اللبن الاول، طلعت كده كيسين من اللبن من عندي من الفريزر. شطفتهم كده، وبعد كده حطيتهم على النار على نار واطيه خالص. يعملوا براحتهم. انا بقى هعمل كده بايدي عشان اتك على المكرونه كده وتتظبط معايا حلو. طبعا ايدينا نضيفه كل شويه بنروح نغسله بالميه، ويعني انا متاكده من نظافه ايدي. فانا هنزل بقى خلاص بالبشاميل بعد ما ظبطتها بايدي. ما كانش ينفع اظبطها بمعلقه او كده، بايدي على طول كده عشان اكبسها حلو. وهنا بقى هنزل بشاميل. بصراحه البشاميل كان معايا شويه فكانت ناشفه شويه يعني من على الوش. انما لما يكون معاك البشاميل ايام ومغطيها من فوق من على الوش كده بتبقى صايصه معاك وطعمها رهيب. بس هنا خلاص جاهزه معايا، وطبعا الفرن سخن هتخش تغلي معايا على طول. هسيبها بقى هي تستوي كده مع نفسها. هولع بس من تحت على ما تغلي غلوتين كده من تحت، وبعد كده هديها لون من فوق. هنا خلاص بصراحه البشاميل اللي كان طالع شويه فنشف من فوق على الوش. عايزه بقى تحط لها جبنه، عايزه تحط لها بيضه، براحتك خالص. وهنا بقى على ما كانت استوت كنت انا نضفت المطبخ حواليا وغسلت المواعين برضو.
خلص فيديو النهارده. يا رب الفيديو كده يكون خفيف ويعجبكم. ما تنسونوش بقى باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.